مفاجآت سوق الانتقالات، الصفقات الجديدة، وأبرز الأسماء المرتبطة بالرحيل. مرحبا بكم في حلقة جديدة مليئة بالمفاجآت والإثارة من ستاديوم بيت. زي ما عودناكم دايما، هنتكلم عن أهم الصفقات الجديدة ونكشف لكم أسرار الكواليس في عالم كرة القدم. إذا كنت تريد معرفة كل ما يحدث في عالم المستطيل الأخضر، فأنت في المكان المناسب. جهزوا نفسكم للأخبار الحصرية والتحليلات النارية، لأننا على وشك الغوص في بحر الانتقالات الصيفية. اليوم سنأخذكم في جولة داخل أهم الأحداث الكروية، من صفقات ضخمة إلى تصريحات مثيرة للجدل وكل شيء بينهم. هنتكلم عن مستقبل نجوم كبار زي فاردي ونيمار وهالاند، وأكيد مش هننسى صفقات الدعم لتشيلسي وأتلتيكو مدريد. فلنبدأ. وأول خبر معنا النهاردة عن نجم ليستر سيتي، الهداف التاريخي، الثعلب المخضرم جيمي فاردي. تخيلوا معايا، بعد كل ده مع ليستر، كل الأهداف وكل البطولات، بيفكر يسيب الفريق. المصادر بتقول إن فاردي اللي عنده 36 سنة عايز يجرب تحدي جديد قبل ما يعتزل. طبعا فاردي مش أي لاعب، ده هداف من طراز رفيع، ساهم بشكل كبير في فوز ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز، وكمان حقق لقب هداف الدوري. المفاجأة بقى إن في كلام عن اهتمام كبير من الدوري الأمريكي MLS بالتعاقد معاه. تخيلوا فاردي يلعب في أمريكا، أكيد هيكون إضافة قوية لأي فريق هناك. السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، هل فاردي هيختار الرحيل عن ليستر سيتي؟ وهل الدوري الأمريكي هيكون وجهته القادمة؟ شاركونا توقعاتكم في التعليقات. نروح لفريق تاني من العيار الثقيل، فريق البلوز، تشيلسي. التقارير بتقول إن تشيلسي حاطط عينه على المدافع الإسباني الشاب إيريك غارسيا من برشلونة. تشيلسي بيعاني دفاعيا الفترة الأخيرة، وده خلاهم يدوروا على مدافع قوي، وإيريك غارسيا من أفضل المدافعين الشباب في العالم. رغم صغر سنه، إلا إنه لعب في أكبر الدوريات، الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي. المفاجأة إن قيمة الصفقة المتوقعة مش قليلة خالص، 40 مليون يورو. ده يدل على مدى جدية تشيلسي في ضم اللاعب. السؤال هنا، هل إيريك غارسيا هيكون القطعة الناقصة في خط دفاع تشيلسي؟ وهل هينجح في إثبات نفسه في الدوري الإنجليزي؟ شاركونا آراءكم. نروح لفرنسا، وتحديداً لباريس سان جيرمان، اللي بيحضر مفاجأة من العيار الثقيل. المصادر بتقول إن إدارة النادي بتفكر في التعاقد مع الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند من مانشستر سيتي. طبعاً هالاند مش محتاج مقدمات، ده واحد من أفضل مهاجمين العالم حالياً وهداف من طراز رفيع. باريس شايفين إن هالاند هيكون الإضافة القوية لهجوم الفريق، خصوصاً بعد رحيل مبابي. المفاجأة إن قيمة الصفقة المتوقعة هتكون خيالية، 150 مليون يورو. لو الصفقة دي تمت هتكون من أكبر صفقات التاريخ. السؤال اللي بيطرح نفسه، هل هالاند هيرجع باريس سان جيرمان؟ وهل هينجح في تحقيق الألقاب معاهم؟ شاركونا توقعاتكم. ومن باريس سان جيرمان لفريق تاني من عمالقة أوروبا، برشلونة. المفاجأة إن في كلام عن عودة النجم البرازيلي نيمار للكامب نو. نيمار من أفضل لاعبي العالم، ولعب مع برشلونة من قبل، وحقق معاهم ألقاب كثيرة. مستقبل نيمار مع باريس مش واضح، وده اللي فتح الباب قدام عودته لبرشلونة. طبعاً عودة نيمار هتكون إضافة قوية للنادي الكتالوني، وهتعوض غياب ميسي، لكن المشكلة هتكون في الكلفة المالية للصفقة، لأن نيمار بيتقاضى راتب خيالي مع باريس. السؤال هنا، هل نيمار هيرجع لبرشلونة؟ وهل هينجح في إعادة أمجاد الفريق؟ شاركونا آرائكم. نروح لإسبانيا، وتحديداً لأتلتيكو مدريد، اللي بيستعد لموسم جديد بقوة. التقارير بتقول إن أتلتيكو بدأ مفاوضات مع لاعب الوسط البرازيلي أندرسون تاليس من أتلانتا.
تاليس من اللاعبين المميزين، وبيلعب في خط الوسط، وممكن يلعب في أكتر من مركز. أتلتيكو شايفين إن تاليس هيكون الإضافة القوية لفريقهم، وهيساعدهم في المنافسة على البطولات. قيمة الصفقة المتوقعة 35 مليون يورو، وده مبلغ معقول في ظل إمكانيات اللاعب. السؤال هنا، هل تاليس هينجح في إثبات نفسه مع أتلتيكو مدريد؟ وهل هيكون صفقة ناجحة؟ شاركونا توقعاتكم. وهكذا أعزائي مشاهدي ستاديوم بيت، وصلنا لنهاية هذه الحلقة المليئة بالمفاجآت حول سوق الانتقالات. شوفنا صفقات محتملة من العيار الثقيل، ونجوم كبار ممكن تغير وجهتها في أي لحظة. ما رأيكم في مستقبل فاردي وصلاح؟ وهل ستحدث صفقة هالاند ثورة في باريس؟ شاركونا آرائكم وتوقعاتكم في التعليقات. لا تنسى الضغط على زر الإعجاب. اشترك في القناة لمزيد من الأخبار الحصرية. فعل التنبيهات لتكون أول من يشاهد الحلقات القادمة. صديقكم رمزي مورسي.